السلام عليكم، صباح الخير. اتمنى تكونوا بخير. دلوقتي انا جايه اتكلم معاكم في موضوع صغير شويه. يعني انا من شويه كنت بقرا كتاب اسمه عقدك النفسيه سجنك الابدي. الموضوع ده بمناسبه الكتاب. تمام. عايزه اتكلم عن حاجه خلتني ان انا اقف شويه واسال نفسي كام سؤال هقوله لكم في نص الفيديو. الحاجه اللي خلتني ان انا اقف شويه هو ان انا وانا بقرأ محتويات الكتاب لقيت في حاجة اسمها عقدة الطفل. لما قرأت الجزء ده حسيت انه بيتكلم عني وعن بنات كتير قوي حوالينا. الكتاب بيقول ان جوانا طفل صغير، طفل بيتكون من كل التجارب اللي عدينا بيها من واحنا صغيرين. الطفل ده جواه مشاعر كتير مكبوتة. يمكن طفل حس بالوحدة ومحدش فهمه، او اتحكم عليه كتير فتعود يسكت ويخبي، او كان بيطلب اهتمام ومحدش بيرد، وكل ده فضل مكمل معانا واحنا كبرنا من غير ما ناخد بالنا. عارفة لما تبقي في وسط الناس وتحسي انك مش متشافة، او لما حد ينتقدك فتحسي انك قليلة تفضلي تعيدي الكلام في دماغك بالليل، او لما تقبلي بعلاقات مؤذية لمجرد انك مش عايزة تبقي لوحدك، ده بيكون مش ضعف. ده غالبا الطفلة اللي جواكي لسه بتدور على امان او حب او احتواء ما كانوش موجودين زمان. عارفة الاحساس اللي بيجيلك فجأة من غير سبب واضح، انك تعبانة متلخبطة ومش قادرة تشرحي ليه، او لما حد يزعل منك وتحسي انك وحيدة وتحكمي على نفسك انك مش كفاية. اوقات كتير بتحاولي انك تباني قوية، بس من جواكي صوت صغير بيقولك ليه محدش شايفني، ليه انا دايما بهتم ومحدش بيرد. ساعات بتحسي انك بتعملي كل حاجة صح، ومع ذلك في حاجة جواكي ناقصة. بتحاولي ترضي كل الناس، بتصبحي شوية وبتمسي شوية وتساعدي وتضحي، بس لما ترجعي لنفسك بتحسي انك فاضية ومفيش حد بيشيلك زي ما انت بتشيلي غيرك، او مفيش حد اصلا بيقدرك زي ما انت بتقدريهم. في مواقف بتعدي علينا دلوقتي، بس ردود افعالنا عليها مش من دلوقتي. ردك مش على الشخص اللي قدامك، ردك على نفسك او على نفسك وانت طفلة، اللي اتجرحت واتسابت وتعودت تسكت او تتجاهل خوفها علشان الناس ما تضحكش عليها. عارفة الاحساس انك لما ترفضي حد في حياتك بس بعدها بتحسي بالذنب، او لما توافقي على حاجة مضايقاكي لمجرد انك خايفة من الناس او خايفة ان الناس تمشي. ده برضو مش ضعف، ده الطفلة اللي جواكي بتصرخ لو الناس مشيت هفضل لوحدي وهتأذى تاني. وساعات بنحب حد قوي وبنتعلق بيه زيادة عن اللزوم، مش علشان هو يستاهل والله، لا، لكن احنا بندور على الأمان اللي احنا ما أخدناهوش زمان. فبنقع في نفس العلاقات وبنبدأ نختار نفس النوع من الناس، وبنرجع نقول ليه كل مرة أنا اللي بتوجع؟ لأنك بكل بساطة انت لسه مستنية حد يجي يطبطب، حد يقولك أنا شايفك، أنا مش هسيبك، أنا هفضل جنبك. بس الحقيقة مفيش حد هيقدر يعمل كده غيرك انتي. أول ما تبدأي تسمعيها وتحتضنيها وتسامحيها، وقتها بس هتبقي حر. عارفين لما يحصل موقف بسيط خالص خالص قوي وتلاقي فجأة دموعك نزلت، بس عايزة اقولك دي مش بتبقى دموع دلوقتي، دي بتبقى دموع الطفلة اللي اتكسرت زمان ومتكلمتش. اوقات كتير انت مش بتبالغي، انت بس بتتعبي من حاجة قديمة، من احساس قديم بيرجع كل مرة، لان محدش طبطب على الطفلة اللي جواكي وقال لها انا هنا ومش هسيبك. مش انت اللي بتبالغي، انت بس بتواجهي احساس قديم. اللي انكسر فيكي ده وانت صغيرة بيظهر وانت كبيرة، بس المرة دي عندك فرصة انك تعالجيها. عايزة اقولك انك مش لوحدك، واللي جواكي ده مش عيب، ده صوت محتاج حب مش حكم. خدي بالك. عارفين ايه اكتر حاجة اثرت فيا؟ ان الكتاب بيقولك مش لازم تفضلي سجينة لطفلتك اللي اتأذت، تقدري تسمعيها
وتطبطبي عليها وتطمنيها انك بقيتي كبيرة وانك هتحميها. لان طول ما احنا سايبين نفسنا للطفل اللي جوانا يختار علاقاتنا ويختار ردود افعالنا وطريقتنا في حب نفسنا، عمرنا ما هنعيش بحرية حقيقية. عارفين انا بدأت اسأل نفسي اسئلة ايه؟ زي مثلا ايه اكتر حاجة كنت محتاجاها وانا صغيرة؟ ازاي الطفلة اللي جوايا اثرت عليا وانا كبيرة؟ ايه اللي ممكن اعمله علشان اكون سند لنفسي؟ صدقوني مجرد انك تكوني واعية بده، ده اول طريق للشفاء عموما. يعني عايزة اقول حاجة اخيرة، يعني ان الكتاب ده مش مجرد بقى شوية كلام علمي او فلسفي او مجرد نظريات علمية، يعني بالعكس ده كتاب جاي بيخبط على بابك كده وبيقولك فك السجن وحرري نفسك. فلو عندك وقت حاولي تقرأي الكتاب ده، ولو ما عندكيش على الأقل اسألي نفسك الأسئلة زي ما أنا سألت كده. في النهاية عايزة أقول خلونا نكون ظهر وسند لنفسنا ولبعض كمان. وعايزة أقول لكم حاجة أخيرة، إن الشفا مش معناه إننا ننسى اللي فات. الشفا معناه إن احنا نسمع الطفلة دي ونطبطب عليها ونقول لها أنا كبرت وهبقى أمانك اللي مجاش. مش لازم تفضلي سجينة خوفك أو جرحك، مش لازم تدوري على حب من بره عشان الفكرة دي حقيرة جدا. وانتي بتسمعي نفسك وانتي بترجعي تحبي الطفلة اللي جواكي هتلاقي كل حاجة بتتغير. وصدقيني أول ما تحتضني نفسك هتبدأي تعيشي بجد. مع السلامة.